أساس التعاون بأي علاقة مو بين سلطتين، بين فردين، الاحترام. إذا انفقد الاحترام لا يوجد تعاون. يا أخوان يا أخوات، الحكومة هربت جلسة 10 يناير، وغابت عن جلسة 24 يناير، وغابت عن جلسة 7 فبراير، وغابت عن جلسة 21 فبراير، واليوم جلسة 7 مارس. تغيب الحكومة، ولذلك يجب علينا اليوم كما قلنا آرائنا السابقة مع المجلس السابق بأن الدستور الكويتي كما قال أخي أبو محمد بأنه دستور جامد، وليس يعني جامد ليس جمودا مطلقا، ومختصرا وواضحا، ومواده محددة ب183 مادة. والمواد التي تتحدث عن صحة الانعقاد بشكل مباشر مادة واحدة، المادة 97. وأنا أقول لكم النص تحديدا حتى تكون المسألة واضحة: يشترط لصحة انعقاد الجلسة أن يحضر أغلب أعضاء مجلس الأمة، وأعضاء مجلس الأمة هم الوزراء والنواب المنتخبين. فقط هذا الشرط يشترط لصحة انعقاد الجلسة أن يحضر أكثر من نصف أعضاء مجلس الأمة. إذن هذه المادة هي التي تحدد شرط صحة الانعقاد. أما المادة الأخرى التي تحدث عنها أخي الكبير أحمد السعدون، المادة 116، هذه المادة من حيث السياق ومن حيث المضمون تتعلق بحقوق وواجبات مجلس الوزراء، حقوق وواجبات. فالشطر الأول يحدد حقوق رئيس الوزراء والوزراء عندما يطلب الحديث يجاب إلى طلبه، هذا بالمادة 116. والجزء الثاني: ومن واجب الحكومة إذا حضرت أن تمثل، من واجب أن تمثل، والمقصود إذا حضرت تمثل برئيسها أو ببعض وزرائها. هذا وجوب على الحكومة، لكن لا يتعلق بصحة انعقاد الجلسة. هذه المسألة واضحة جدا، وهذا رأي ينطبق مع رأي عثمان عبد الملك رحمه الله الفقيه الدستوري الكويتي. المسألة يا أخوان واضحة. أما مسألة السوابق لا اجتهاد بوجود النص، لا اجتهاد بوجود النص، النص واضح، النص صريح، ولا داعي أن نذهب إلى المحكمة الدستورية لتفسير هذا النص. أنا أريد أن أتحدث عن صلاحية يمارسها رئيس الدولة أمير البلاد، اللي هي المادة 106. عندما يحدث احتقان مثلا بين السلطتين يحق لرئيس الدولة أن يلجأ إلى استخدام المادة 106 لتأجيل انعقاد المجلس، والتأجيل حدد بشهر. وأنا أريد أن أستعرض القيود التي وضعها الدستور حتى على رئيس الدولة. واليوم يفترض لما نتحدث عن دستور وصلاحيات لا يفترض أن يكون هناك حساسية بالحديث. نعم، هذه وثيقة نظمت العلاقة بين الحاكم والمحكوم، حددت صلاحيات الحاكم وحددت صلاحيات المحكوم، ووضعت قيود على الحاكم ووضعت قيود على المحكوم. هذه هي الدساتير باختصار تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ولذلك المادة 106 شوفوا القيود: على شهر أن تصدر التأجيل بمرسوم. وليش مرسوم؟ حتى تكون وفق قاعدة التوقيع المجاور. ليش قاعدة التوقيع المجاور؟ حتى تخضع للرقابة الشعبية، ولا تتم للمرة الثانية إلا بموافقة المجلس. شوفوا القيد الثاني: موافقة مجلس، لأن أكثر من شهر رد المجلس، وتعوض من مدة دور انعقاد، هذا القيد الثالث، ولا تكرر أكثر من مرتين في دور انعقاد الواحد، هذا القيد الرابع. هذه القيود على من وضعت؟ على رئيس الدولة، على أمير البلاد، لأنه دستور محترم. باختصار المسألة واضحة. فلذلك هذا الموقف موقفنا، قلناه في المجلس السابق، وهذا راينا ومتمسكين فيه، ونسجل اعتراضنا على ما قام به رئيس المجلس، بأن هذا الأمر تجاوز.